ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا بعد ما عملنا اكلة الكشري الجميلة دخلنا بعد الغدا نلم طبعا المواعين اللي اتعملناها من الكشري، وكمان هنعمل مع بعض الرز بلبن من غير ما نسلق الرز، وهيطلع طعمه جميل جدا. وهنعمل عصير الرمان بالبنجر. فرصة صح اقول لكم على الدقيق. لما تلاقي فيه عروض في اي مكان طبعا وانت محتاجة الحاجة، استغل الفرصة واشتريها. انا لقيت الدقيق كان الكيلو ب11 جنيه، فطبعا رحت جبت 4 كيلو دقيق. بس هما كانوا بيدوا كل نفر 2 كيلو دقيق بس. انا جبت 2 وبنتي جابت 2. كان الكيلو ب11 جنيه. وبره سألت عليه طبعا كان بيتباع ب15 و16، فطبعا وافر جامد. فأنا طبعا استغليت الفرصة وجبت 4 كيلو دقيق. طبعا يقعدوا عندنا في البيت فترة ويوفروا معانا على قد ما نقدر. وديكوا شايفين موسم الرمان طلع فجبنا شوية رمان. وهنعمل طبعا عصير الرمان بالبنجر، هيطلع عصير حلو خالص. وانتوا عارفين فوائد الرمان كتيرة، وكمان البنجر فوائده حلوة. وكمان في ناس ما بتحبش طعم البنجر، فهندخله لهم في وسط العصير عشان يستفادوا بالفايدة بتاعته. وطبعا كده ما يحسوش بالطعم بتاعه باين قوي في الرمان. وكمان انا بحب انزل السوق بتاعي بالليل، لان الصبح ما ببقاش فاضية، بيبقى ورايا طبعا اكل احضر الغدا واروق الشقة بتاعتي واظبط الدنيا. فانا من بالليل بشوف احنا هنعمل ايه غدا، وانزل اجيب حاجتي من بالليل وتبقى الحاجة عندي موجودة. اصحى الصبح طبعا اظبط المطبخ بتاعي، او اكون مظبطاه من بالليل، وادخل طبعا اشوف الغدا بتاعي إيه اللي هعمله. طبعا اللي هي الكلمة الشهيرة هنتغدى ايه كل يوم. طبعا احنا بنكون مجهزين من بالليل ومفكرين هنعمل ايه، وان شاء الله تاني يوم نصحى نعمل اللي ورانا. فانا بحب انزل السوق بالليل طبعا عشان ما بيبقاش ورايا حاجة وابقى خلصت كل اللي ورايا الصبح. وهنعمل كمان النهاردة الرز بلبن، هتشوفوه ازاي من غير ما نسلق الرز، وهيطلع تحفة وجميل جدا وسهل خالص. وكمان العصير الرمان، تجيبي طبعا الرمان بتاعك موسم ياكلوه كده طبعا من غير عصير، تعمله لهم بعصير. المهم تجيبي لهم الرمان عشان يستفادوا بيه، لان الرمان طبعا مفيد، واحنا في ايام مذاكرة وربنا يصلح حالهم، وعايزينهم يركزوا على قد ما يقدروا. طبعا احنا هنصبن شوية المواعين الحلوين دول، المواعين اللي ما بتخلص، وهي والغسيل طبعا ما بيخلصوش خالص. وبعد ما نخلص المواعين بتاعتنا الحلوة دي ونشيلها كمان، يكون المطبخ بتاعنا كده حلو ونضيف. ونصبن كمان البوتاجاز بتاعنا اللي اتبهدل. خلي ايدك في البوتاجاز بتاعك على طول، بعد كل أكلة تصبني البوتاجاز بتاعك عشان تحافظي عليه على قد ما تقدري وما يتعبكيش. ف... فطبعا كده تكوني انتي مرتاحة من ناحية البوتاجاز خالص، ويفضل عندك نظيف وما ياخدش منك مجهود. كده احنا خلاص خلصنا المواعين بتاعتنا وشلناها كمان. هنروح نغسل البوتاجاز زي ما قلتلكم، وكمان تلفيه بالقصدير، ده بيحافظ عليه طبعا من الدهون عشان ما يتبهدلش على طول، لان البوتاجاز طبعا مع الزيت والاكل والحاجة بتنزل عليه فبيتبهدل. فانت تلفيه بالقصدير، ولما تلاقي القصدير طبعا جاب اخره خلاص تروحي مغيراه وغسلاهم وحاطه غيرهم. بيحافظ على البوتاجاز خالص خالص وبيريحك. شايفين البوتاجاز ده بقى بيلمع كده، وكمان الحوامل بتاعة البوتاجاز دي تغسليها على طول. انا كنت بعد كل اكل اروح غسلاهم كده بالسفنجة، جه عليهم شوية زيت، طبعا السفنجة بتطلع لك الحاجة بسهولة عشان بتغسليه على طول وايدك فيه بعد كل طبخة. لكن لو ركنتيه هيتعبك زي ما بقولك. خلاص كده خلصنا المواعين بتاعتنا وشلناها، وخلصنا البوتاجاز بتاعنا الجميل، والدنيا بقت نظيفة. وطبعا المطبخ لما بيبقى نظيف بيفتح النفس وبيخليك تعملي حاجات كتير، غير لما تخشي طبعا وتلاقيه مكركب وما تعرفيش تبدأي منين. فأول حاجة تروحي مظبطة مواعينك وبوتاجازك عشان تقفي وانتي نفسك مفتوحة وتعرفي تعملي حتى وتعرفي تتحركي فيه. كده خلاص اللي نروح نعمل احلى رز بلبن من غير ما نسلق الرز. طبعا شايفين هنعمل، انا جايبه 2 كيلو لبن، وجايبه الكوبايه دي ملياها رز، يعني ال2 كيلو لبن هياخدوا كوبايه رز. حطاها ونقعاها لمده ساعه. وكمان السكر ونشا والفانيليا بتاعتنا. وطبعا للزينة جوز الهند والفول السوداني، وادي الرمان وادي البنجر اللي هنعمله. اول حاجة هنروح نحط اللبن على النار. انا جبت 2 كيلو لبن، ما شلتش القشطه بتاعتهم، سبتها
عشان يبقى طعم الرز بلبن حلو. طبعًا زوّدت شوية مَيّة عشان يبقى الرز بلبن كتير شوية، لإن طبعًا فيه قشطة فدسم، فأنتِ حطّي شوية مَيّة كمان لو حابة، مش حابة خلاص خلّيهم 2 كيلو لبن صافي كده. حطينا بقى الرز بتاعنا ونسيبه في اللبن ونوطّي عليه النار شوية عقبال ما يستوي الرز في اللبن. تعالوا نعمل بقى عصير الرمان بالبنجر. أنا فصّصت 4 رمانات وجِبت بنجراية. طبعًا البنجراية مسلوقة قبل كده، أنا جِبت كيلو بنجر، الكيلو برّه ب10 جنيه، جِبت الكيلو سلقته وحطيته في الفريزر، أحطه ساعات مع الصلصة بيدّي لون للصلصة جميل جدًا، وكمان باعمل بيه عصير الرمان بيبقى حلو طبعًا كفايدة وكلون، وأهم حاجة عندنا الفايدة. 4 رمانات طبعًا هنحطهم في الكبة زي ما أنتم شايفين، ونزوّد عليهم شوية مَيّة وندّيهم ضربة، وبعدين هاجيب البنجراية بتاعتي طبعًا مش هاخدها كلّها، أنا هاخد نُصّها، ونشيل القشرة بتاعتها دي ونقطّعها طبعًا على 4 قطع أو حتت صغيّرة كده ونحطّها في الكبة بتاعتنا، عشان نضرب البنجر بالرُّمّان. شايفين البنجر مفيد جدًا وبيدّي لون حلو خالص، خالص. حُطّي السكر زي ما أنتِ حابة، وأدي نُص البنجراية هنحطّها. هتشوفوا لون العصير هيتغيّر إزاي بسبب البنجر اللي إحنا حطّيناه. بُصّوا بقى شايفين الجمال، ولسه كمان لمّا نصفّيه وهنحطه في التلاجة عشان طبعًا يسقع ويبقى جميل معانا. وكده عملنا عصير الرمان بالبنجر. فرصة طبعًا، البنجر رخيص والرمان كمان موسم الرمان، اعملي لهم أحلى عصير وكمان غذّيهم، عشان طبعًا اللي عنده أنيميا ومين ما عندوش أنيميا، متهيأ لي كلنا عندنا أنيميا، فبنحاول على قد ما نقدر نغذّيهم وندّيهم حاجات مفيدة. تعالوا بقى نشوف الرز بلبن. شايفين الرز بقى استوى إزاي في اللبن؟ كل شوية قلّبي الحلة على النار ما تنسيهاش، لحد ما الرزاية بتاعتِك مش هتاخد وقت وهتلاقيها استوت بسرعة، عشان إحنا نقعينه قبليها بساعة، ونحط السكر اللي إحنا عايزينه. طبعًا السكر على حسب كل واحد، في ناس تحب السكر كتير، في ناس تحبه وسط. وأنا جِبت كيس النشا ده، أنا عندي النشا الفلت خلصت، أنا باحب أجيب النشا الفلت، بس طبعًا قُلت أجيب الكيس ده عقبال ما أشتري النشا تاني. وجِبت كيسين فانيليا، هننزل طبعًا بكيسين الفانيليا على الرز بلبن بعد ما الرز استوى وبقي حلو وجميل. وكمان ال2 كيلو لبن دول خدوا معايا 5 معالق نشا. طبعًا النشا بتفرق على حسب النوعية اللي أنتِ بتجيبيها. أنا ال2 كيلو دول بعد ما زوّدتهم طبعًا كوباية مَيّة، خدوا معايا 5 معالق نشا، وهيبقى معاكِ أحلى رز بلبن، وهيبقى كريمي كده وطعمه جميل جدًا، والرزاية كده شربت من اللبن، فطبعًا اديتها طعم جميل خالص. كده بعد ما حطينا النشا نسيب اللبن يغلي شوية على النار شوية حلوين. شايفين القوام تخن إزاي؟ ولسه طبعًا بعد ما نغرفه ويبرد هيتخن أكتر من كده. شايفين كده ده القوام المضبوط اللي إحنا عايزينه للرز بلبن. وكده الرزاية بتاعتنا استوت وبقي جميل. تعالوا بقى نغرف الرز بلبن في الأطباق. شايفين هنغرف بقى كمية الرز بلبن، ال2 كيلو بتوعنا هيرموا كتير عشان إحنا زودناهم شوية مَيّة. والأطباق طبعًا بتاعتِك اللي أنتِ عايزاها حُطّي فيها، ويبقى عندِك أحلى رز بلبن. طبعًا الكشري الحلو بتاعه معروف الرز بلبن، فأنا قُلت أعمل لهم بالمرّة رز بلبن بعد الكشري يحلّوا بيه. وكده هنغرف كل الكمية بتاعة الرز بلبن بتاعنا. وكمان هنزينه بإيه، حطي الحاجة اللي انتي عايزاها. أنا هحط فول سوداني وهحط جوز هند، ممكن تحطي زبيب لو عيالك بيحبوه، أنا ما بيحبوش أصلا. فهحط كده أحلى رز بلبن عملناه من غير ما نسلق الرز. تعالوا كمان نجيب عصير الرمان بالبنجر المفيد خالص. الرمان مفيد طبعا والبنجر مفيد جدا زي ما قلت لكم. واحلى عصير رمان معانا بالبنجر. وكده عملت لهم احلى رز بلبن من غير ما نسلق الرز. وادي احلى عصير رمان بالبنجر، جربيه هيعجبك جدا وطعمه حلو خالص. شايفين؟ اوريكم بقى الجمال بتاع بقية المطبخ بعد ما خلصنا الاكل بتاعنا. شايفين بقى الراحة النفسية، هي دي الحاجة اللي احنا بنحب نوصلها في الآخر. ده منظر المطبخ اللي بيريحنا في الآخر. شايفين بقى الجمال؟ وتبقي نايمة وانتي مرتاحة لأن المطبخ بتاعك طبعا نضيف. وكده عملنا أحلى رز بلبن وعملنا عصير الرمان بالبنجر. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا باي.